تفتكر كوريا الجنوبية تستاهل كل الهايب ده؟ ولا هي مجرد كيبوب ودراما؟ في الحلقة دي من سلسلة حبيت أسافر هقول لك كوريا الجنوبية من الألف للياء. أين تقع؟ أهم المدن؟ أحلى التجارب؟ وإزاي تخطط رحلتك صح؟ والأهم تكلفة السفر بالدولار بصراحة ومن غير تزييف. أهلا بكم في سلسلة لو حبيت أسافر، ويلا بينا نبدأ رحلتنا النهاردة لكوريا الجنوبية. كوريا فين؟ كوريا الجنوبية موجودة في شرق آسيا، في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة الكورية. من ناحية الشمال كوريا الشمالية، ومن الشرق بحر اليابان، ومن الغرب البحر الأصفر. موقعها لوحده مخليها دولة استراتيجية جدا. مساحة كوريا الجنوبية تقريبا 100 ألف كيلومتر مربع، ترتيبها 108 تقريبا من حيث المساحة. لكن اللي هيدهشك إن حجمها الصغير ده شايل واحدة من أقوى اقتصادات العالم. عدد السكان حوالي 51 مليون، وأغلبهم عايشين في العاصمة وضواحيها، وعشان كده سيول تعتبر قلب كوريا الحقيقي. الثقافة هناك مزيج غريب وجميل، تكنولوجيا متقدمة جدا، وفي نفس الوقت معابد وتقاليد قديمة بقالها مئات السنين. رحلة من الماضي للحاضر للمستقبل في نفس المكان. أحسن وقت تسافر كوريا؟ الربيع من مارس لحد مايو، الجو مثالي، وفيه موسم أزهار الكرز اللي بيخلي البلد كأنها لوحة مزخرفة مليئة بالألوان اللطيفة. وبعده الخريف من سبتمبر لحد نوفمبر، ألوان الشجر خرافة والجو لطيف. الصيف في كوريا بيكون حر ورطوبة شديدة، وأحياناً أمطار، والشتاء بارد جداً، بس مناسب لو بتحب الثلج والتزلج. لو حابب الملخص، بلاش كوريا في الصيف، مش أحسن جو، بالتالي مش أحسن تجربة. طيب لو أنت أول مرة تزور كوريا، تروح فين؟ سول، قلب كوريا. سول مدينة مش طبيعية، ناطحات سحاب وشوارع LED، وفي نفس الوقت قصور ملكية من زمن قديم. لو هتزور سول لازم تعدي على جيونغ بوك جونغ بالاس، القصر الملكي الأشهر، لمحة من الماضي الكوري المبهر. منطقة إنسادونغ للهدايا والثقافة، ميونغ دونغ لو بتحب الشوبينج والستريت فود، هونغ داي للأجواء الشبابية والفن والموسيقى، إن سول تاور للمنظر البانورامي بالليل، بوسان البحر والمود الهادي. بوسان دي مدينة ساحلية كبيرة. لو عايز كوريا بشكل مختلف، أهم الأماكن للزيارة هيونداي بيتش، أشهر شاطئ، مياه فيروزية وشواطئ رملية ناعمة. جامتشيون كالتشر فيليج، حي ألوانه زي الجرافيتي، يعني متحف فن مفتوح. سوق السمك والمأكولات البحرية، تجربة لازم تتعاش. أكيد مفيش مكان ساحلي يتفوت من غير أكلة سمك. جزيرة جيجو، طبيعة وهدوء، دي جنة طبيعية، وفي ناس بتسميها هاواي كوريا. فيها براكين قديمة ومناظر ساحلية خرافة، وهي اختيار مثالي لو عايز جزء رومانسي هادئ من الرحلة. كوريا مش بس أماكن، كوريا تجربة. جرب الستريت فود، جيمباب أو كوريان فرايد تشيكن. الأكل الكوري فريد من نوعه، تجربة مبهرة مش هتلاقيها في مكان تاني. بس بقى خلي بالك من الأكل السبايسي لو ملكش فيه. روح كافيهات سول، عندهم كافيهات بأفكار مجنونة. جرب هانبوك اكسبيرينس، تلبس اللبس التقليدي وتتصور قدام القصور. ولو بتحب الثقافة، لازم تزور معابد أو المتحف الوطني الكوري عشان تحس إن كوريا مش بس صورة إنستجرام. طيب نخش في الجزء اللي كل الناس بتسأل عنه، كوريا بكام؟ خليني أقولها بشكل واضح، كوريا مش أرخص دولة، لكنها تقدر تظبطها بادجت سمارت لو خططت صح. الإقامة، هوستل أو غرفة بسيطة، من 25 إلى 45 دولار لليلة. اختيار اقتصادي لمجرد الراحة، مناسب جدا للمغامرة والاستكشاف. فندق متوسط من 60 إلى 120 دولار، مش أرخص حاجة، بس خياره مناسب للراحة والاستجمام، خصوصا لو حابب تقضي وقت في بوسان مع المياه والشواطئ. فنادق كويسة جدا 150 دولار وطالع، خيار مناسب لرحلة 5 نجوم. نصيحة، سول أغلى، بوسان أهدى وأرخص شوية. الأكل، ستريت فود للوجبة سريعة، 4 إلى 8 دولارات. مطعم متوسط، 10 إلى 18 دولارا. مطعم كويس، 20 إلى 35 دولارا. المواصلات، المواصلات في كوريا ممتازة. المترو والباصات، يومك ممكن يكلف 3 إلى 8 دولار. كارت مواصلات زي تي ماني هيسهل عليك. لو حابب رحلة أكثر هدوءاً، تاكسي أو تطبيقات النقل الذكي
ممكن تكلفك من 35 إلى 50 دولار. المزارات والتجارب، دخول قصور ومتاحف، غالباً رخيص من دولار واحد إلى دولارين. تجارب زي هانبوك أو رحلات جيجو بتختلف حسب الاختيار. متوسط ميزانية اليوم، توفير من 55 إلى 80 دولارا في اليوم. متوسط من 90 إلى 140 دولار في اليوم. رفاهية 150 دولارا فما فوق في اليوم. يعني رحلة أسبوع غالبا من باجت محترم من 700 إلى 1100 دولار بدون تذكرة الطيران. متوسط 1200 إلى 1800 دولار. قبل ما تسافر كوريا خد بالك من 6 نقاط مهمين. الإنترنت، هات سيم أو إي سيم من المطار، هيوفر عليك كتير. اللغة، مش كل الناس بتتكلم إنجليزي، استخدم ترجمة جوجل. التخطيط، حط جدول واضح لأن البلد فيها حاجات كتير جدا. المواصلات، المترو ممتاز، وفر فلوس التاكسي. الأكل، فيه أكل حار، لو مش بتحبه اختار بعناية. الاحترام العام، كوريا نظامها محترم وصارم جدا، فالتزم بالهدوء والذوق العام. طيب، كوريا الجنوبية تستاهل لو أنت بتحب تكنولوجيا، حياة مدن، ثقافة، وتجارب جديدة مختلفة تماماً عن أوروبا. فأيوة، كوريا هتبهرك. هي مش أرخص رحلة، بس اللي هتاخده هناك experience صعب تلاقيه في مكان تاني. لو الحلقة دي فادتك اكتب لي في التعليقات تحب الحلقة الجاية عن دولة إيه، ومتنساش تعمل سبسكرايب وتفعيل الجرس عشان سلسلة لو حبيت أسافر مكملة.